السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة شوكة وسكينة مع حورية. النهاردة هنعمل وصفة سهلة ولذيذة وسريعة، ينفع تتعمل على الغدا وينفع تتعمل عشاء كمان. نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الأول معانا حلة فيها شوية زيت، على معلقتين زيت على النار بنسخنهم عشان نعمل فيهم اللحمة. قطع لحمة حمراء عادي عندك تكون موجودة، ولو حته دهنه يبقى يا سلام، هتدي طعم وايه ولذاذه مفيش بعد كده. هنحطها لحد ما تعمل طشه كده، وبعدين ما نقلبهاش لحد ما تاخد الصدمه على الوجه الاولاني، وبعدين نبدا نقلبها على الوجه التاني زي ما احنا شايفين كده. اللحمه بتبقى جوسي وطريه لما بتستوي، وبتبقى لذيذه قوي قوي، وما بتفقدش كل اي حاجه من الميه ولا السوائل اللي جواها. وعلى فكرة الوصفة دي كمان تنفع لو عندك لحمة مسلوقة أصلا موجودة وجاهزة، أو كمان لو لحمة فايضة من الولاد. أي لحمة عندك موجودة، مش شرط تكون لحمة جديدة ونبدأ نظبطها. وممكن تنفع كمان من غير لحوم خالص، وهقولك إزاي في آخر الفيديو. دلوقتي بقى ننزل بالبهارات بتاعتنا الجميلة اللي احنا عارفينها. شوية جنزبيل، شوية حبهان، مستكة، وقرنفل، ورق لوري. وهنا بقى هنحط 3 فصوص توم مهروسة. وليه هتقولي لي 3 بس؟ هقولك ما احنا هنكمل في الآخر. دي بقى معلقة سكر هتخلي اللحمة تستوي بسرعة أسرع، وهتديها سكرة ولذاذة قوي. في المرحلة دي احنا ما بنحطش ملح خالص، بنسوي اللحمة في البهارات دي مع كوبايتين مية نكون مسخنينهم قبل كده، ونسيبها على البوتاجاز حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة، عشان بس تبقى نص سوا، مش هتستوي سوا كامل. خلاص كده هنسيب اللحمة بقى نركنها على جنب، نغطيها زي ما قلنا ربع ساعة، ونرجي للخضار الجميل بتاعنا. الوصفة الأساسية فيها بطاطس، وفيها هنقطعها شرايح، وهنعمل بصل زي ما انت شايفة، وبقدونس، شوية بقدونس حلوين كده لأن ده أساس الوصفة، وفلفل رومي أخضر، ومعاه بقى قرن فلفل شطة كده، وده حسب الرغبة زي ما تحبي. حبة بطاطس، شوية بطاطس حلوين كده. بنعمل لكل فرد بطاطساية عشان لو عايزة تعرفي الكمية. هنحط بقى كل الكميات دي على بعضها، كل المكونات، البطاطس وعليهم هننزل بالبصل. وصفة سهلة مش هتاخد في ايديكي 10 دقايق عمايل، تجهيز 10 دقايق وتطبيق 10 دقايق. ودي دايما بنعملها في اليوم اللي احنا بنبقى مستعجلين وراجعين متأخر وعاوزين غدا. نحط الفلفل، البقدونس كده تمام، قربنا نخلص الوصفة. بعدها بقى خلي بالك احنا محطناش ملح خالص، فهنحط معلقتين ملح حلوين كده، عشان احنا محطناش ملح لا في الخضار ولا في اللحمة. برضو شوية فلفل الحلوين، شوية شطة برضو، دول حسب الرغبة. بس الصينية دي لما بتستوي وهي سبايسي بتبقى خطيرة ولذيذة، بتروح في حتة تانية خالص من الطعم. هنقلب بقى كل المكونات دي على بعضها بقى تقليب بسيط كده. احنا كده هنقلبهم تاني، بس بندخلهم كده في بعض. تقدري تعملي الخطوة البطاطس مع الخضار دي لحد ما توصلي للآخر وتسويها وتعمليها عشاء جميل للولاد، بتبقى تحفة. بعدها بنحطها في كيس حراري وفي صينية، ونقلبهم في كيس حراري وهو جوه الصينية. بعد كده هيحصل ايه يا حورية؟ هنيجي بقى باللحمة الجميلة بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها، وهنحط بقى هنا كمان 3 فصوص توم، عشان التوم لما بيبقى بنحطه ني كده بيدي طعم حلو قوي قوي للأكل. اللحمة شايفة اللون الجميل اللي هي واخداه من الصدمة اللي احنا عملناها في الزيت، بس هي لسه ما استوتش. شايفة انا حطاها، شايفة البخار طالع منها سخنة، يعني انا خدتها يدوب من الحلة حطيتها هنا على طول. وبنهرس كده التوم عشان يدي طعم لكل المنطقة، لكل قطعة في اللحمة وكل حاجة. بناخد طبق شوربة من اللحمة اللي استوت فيه اللحمة، وبنحطه على الوصفة، وحبتين شوية زيت بقى كده حلوين، ما ننساش عشان برضو البطاطس ما تلزقش.
معلقتين زيت مش اكتر من كده. نقفل بقى بعد كده الكيس الحراري بتاعنا وعلى الفرن على طول. وما ننساش الفتحة الصغيرة اللي احنا بنعملها في الكيس دي اساسي. هتاخد قد ايه في الفرن؟ لو احنا عاملينها بلحمة هتاخد حوالي ساعة الا ربع، لو من غير لحمة يبقى هي بس مجرد نص ساعة في الفرن، البطاطس تستوي سوى البطاطس بس. وبعدها بقى بتخرج، شايفة المنظر يعني شكلها ولونها بيتكلم لوحده. انا اصلا مش عارفة افتح الكيس من السخونية، البخار طالع فظيع، ريحته خطيرة وخليه الشقة ريحتها يعني مش عايزة اقولك قد ايه. شايفة منظر الطبق؟ تنفع غدا، تنفع عشاء، لو بطاطس، لا تنفع اي حاجة. دي بقى بتتاكل مع سندوتشات كده، عيش نسخن عيش كده بقى وناكل سندوتشات، والف هنا على قلبكم. ولو عجبك الفيديو اعملي لي بقى لايك وسبسكرايب وقولي لي لو عايزة اي حاجة نعملها مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.